يا صباح الخير، يا صباح الطاقة الإيجابية. نهاركم معطر بذكر الله إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكبد القوانص بطريقة جديدة ومحدش عملها قبل كده على اليوتيوب خالص، وأول مرة تشوفيها. والطريقة دي إن شاء الله هتعجبك النهاردة قوي، مش هتبطلي تعمليها تاني. وبدل ما انتي بتعملي الكبدة والقناصة في الشوربة، لا، جمعيها واستعمليها في أي طريقة تانية. هنجيب دلوقتي المقلاية بتاعتنا ونحط فيها المادة الدهنية بتاعتنا وننزل بيها ببصل مفروم، وبعدين تنزلي عليها بقرن فلفل حامي. احسن يكون حامي احسن ما يكون بارد. تنزلي عليها بالثوم ب3 فصوص 4 فصوص حسب ما انتي الكمية اللي هتعمليها. وتشوحي البصل والثوم والفلفل مع بعض كويس على النار لحد ما تحسي ان هم بدأوا يتبالوا مع بعض كده. تنزلي عليهم بالكبد بتاعتنا والقوانص، وتشوحي كبد القوانص مع البصل والثوم والفلفل كويس عشان تلاقي الريحة بتاعتها بقت فجة كده، يعني مالية المكان حواليكي وريحتها حلوة. تحس ان هي بدأت خلاص تتفاعل مع البصل والفلفل وتديكي ريحة كويسة اللي انتي هتعجبك وانتي بتعمليها. وبعدين ننزل عليها بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وبهارات وشطة. انا منزلة شطة كمان مع الفلفل الحامي لان انا بحبها سبايسي. وبعدين تنزلي معاها بالملح. وممكن تستعملي الكبد والقوانص في اكلات كتيره قوي، يعني ممكن تستعمليها في حشوات الكريب، وممكن تستعمليها في الرز بالكبد القوانص، وممكن تستعمليها بالطريقه اللي احنا هنعملها النهارده ديت في الحشوه بتاعتنا النهارده. وممكن تستعمليها بطرق كتيره قوي، مش لازم ان انت تعمليها سندوتشات وبس، تشوحيها وتعمليها سندوتشات وبس، لا، ممكن تستعمليها بطرق كتير قوي مختلفه. طول ما انت بتتابعيني على القناه بتاعتي هيجيلك طرق كتيره مختلفه للكبد القوانص بتاعت الفراخ. كده خلاص احنا شوحناها كويس وتبلت كويس. نسيبها بقى تستوي مع نفسها كده على الهادي شويه عشان القوانص بتاعتها تستوي. هي كده استوت معانا الكبد والقوانص خالص، وتحس ان هي تأقلمت مع بعضيها. هنجيب الصينيه بتاعتنا بقى وندهنها بمادة دهنيه بالفرشه، ونجيب لفه جلاش ونفرد الجلاش في قلب الصينيه. وما بين كل رق ورق لازم تعملي مادة دهنية، يعني تحطي الورقة وعليها المادة الدهنية بتاعتها، والورقة اللي بعدها واللي بعدها، علشان تكون مورقة وتكون مقرمشة، والورق ما يبقاش لازق في بعضه وتبقى مش حلوة. تيجي تاكليه تلاقيه مفتح من قلبه كده وجميل. معلش انا عندي برد بس مش قادرة اتكلم، اعذروني. احنا هنفرد بس نص لفة الجلاش، مش هنفردها كلها علشان خاطر نبقى نحط الحشوة في الوسط. كده احنا خلاص جبنا الكبد بتاعتنا وحشينا بيها الجلاش بتاعنا. يا دوب حطينا نص اللفة تحت والنص التاني هنحطه فوق الحشوة. هتوزعي الحشوة كلها كده على الجلاش بتاعك، وكده هيديكي بديل اللحمة بالظبط ونفس الطعم ونفس النكهة بتاعته، وجميل جميل جميل وما شاء الله. هيعجب اي حد هياكل من ايديكي الطريقة دي. وكده هتوفري معاكي، بدل ما تروحي تجيبي كيلو اللحمة ب300 او ب250 او 270، لا، انت هتروحي تجيبي الكبد القوانص اللي عندك بتاعه الفراخ وتعمليها بالطريقه ديت وتحشي بيها الجلاش بتاعنا، وما شاء الله توفر معاكي وتديكي نتيجه هايله 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 وهتعجبك، ومش هتبطلي تعملي الطريقه دي ابدا. ولازم ان انت تحاولي ان انت توفري في بيتك، وتحاولي ان انت تعملي طرق بديله علشان تقدري توفري وتقدري تتأقلمي مع الحياة الجديدة اللي احنا عايشينها اليومين دول بتاعة الغلاء بتاعنا. احنا كده نحط النص التاني بتاع الجلاش، وكل بين راق وراق برضه هندهن المادة الدهنية بتاعتنا. واللي أول مرة تشوف الفيديوهات بتاعتي تعمل متابعة للقناة وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يجيلها كل فيديو جديد ان شاء الله. وانا دايما عندي افكار جديدة، لما تعملي متابعة للقناة هتلاقي افكار كتير جديدة طبعا ما شفتهاش قبل كده. ونجيب الجلاش ونقطعه، لازم تقطعيه قطع كده وهو لسه قبل ما تحطي عليه اي اضافات تانية عشان خاطر ما يلزقش في ايديكي، وعشان خاطر السوائل اللي انت هتضيفيها عليه لازم تنزل في الجلاش من تحت علشان كله يشرب منها ويبقى كله مورق وطعمه حلو وجميل. كده احنا خلصنا الصينيه بتاعتنا قطعناها كلها. ونجيب بقى بيضه وكوبايه لبن علشان نسقي بيها الجلاش بتاعنا علشان يكون طري ولذيذ من جوه ومن بره مقرمش وطعمه حلو. هننزل بشويه فلفل اسمر على البيضه بتاعتنا عشان ما يكونش فيها زفاره، ونقلبها كويس. لازم تقلبي البيضه كويس علشان تتوزع كلها على الجلاش بتاعنا.
وبعدين خدت البوله بتاعتي وحطيتها فوق الجلاش عشان ما توقعش على الارض، لان طبعا انا ماليه البوله بتاعتنا اللبن كان كتير على البوله شويه. فاحنا كده ضفت اللبن كله وننزل بيه بقى نوزعه على الجلاش كله علشان الجلاش يشرب من اللبن والبيض. ولازم تلف الصينيه كده علشان الجلاش يشرب كل اللبن ويدخل كله في الفتحات الموجوده في قلب الصينيه. وكده هيبقى جاهز ان انت تدخليه الفرن على طول وتسويه ويبقى وجبه جميله وشهيه. دي بقى الوجبه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. بس البيض بتاعنا كنت انا زودت بيض شويه، فالبيض طلع كتير على الوش شويه، بس ما شاء الله طعم وريحه مفيش بعد كده، جميل جميل، والسوا بتاعه جميل قوي، وعاملاه في الفرن البلدي العادي خالص. فما شاء الله جميل ومقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه. ودي النتيجه بتاعتنا دوت الجلاش بتاعنا بالكبد والقوانص. ولا تعوزي تجيبي لحمه مفرومه ولا تعوزي تشتري حاجه من بره، وحاجه موجوده في بيتك وتجمعيها وتستعمليها في اي وجبه جديده. مش لازم كله سندوتشات، لا تستعمليها في وجبات جديده حلوه. وفي الاخر شفتي بقى ديت الارضيه بتاعت الصينيه، شوفي الارضيه جميله زي الوش بالظبط ومفتح من قلبه ولذيذ. ولا تحتاجي تشتري لحمه ولا تحتاجي تحيري روحك واجيب منين واجيب منين، لا، وفري واعملي حاجتك في بيتك. واسمعي صوت القرمشه بتاعته بقى كده.